النهارده هنتكلم على نوع من العملاء بيسبب لك مشكله كبيره في شغلك، العميل الانتقامي. العميل الانتقامي هو اللي حصل بينك وبينه كمصمم مشكله او سوء تفاهم، سواء كانت كبيره او صغيره، وخرج بعد كده يحذر الناس منك ويقول ما تتعاملوش مع المصمم ده، اسلوبه مش كويس، خدماته مش احترافيه. المشكله بقى ان الناس بتتاثر بالاراء السلبيه اكتر ما بتتاثر بالاراء الايجابيه. يعني لو عميل قال كلمه سيئه عنك هيكون لها تاثير قوي جدا، ممكن تمنع الناس من مجرد التفكير من التعامل معه. الأسوأ بقى لو العميل ده كان عنده حق في اللي بيقوله وانت بالفعل كنت مخطئ في التعامل مع العميل. في الحالة دي بقى سمعتك هتكون في موقف خطير، لأن العميل ده ولا بيبالغ ولا بيكذب، هو بيقول تجربته اللي الناس بالفعل هتصدقها. نصيحة هنا بقى يا صديقي انك تاخد بالك من تعاملك مع كل عميل حتى لو الأمور ما كانتش ماشية كويس، لأنك لما بتخسر عميل واحد انت ما بتخسرش الشخص ده بس، انت بتخسر شبكة معارفه بالكامل اللي ممكن تكون عملاء جديدة بالنسبة لك. فدايما خلي عندك احترافية